السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. لو بتحبي البيتزا ومش بتعرفي تعمليها او مش بتنجح معاكي، يبقى لازم تشوفي الفيديو ده. تعالوا نعمل مع بعض البيتزا بطريقة ناجحة جدا، وهتطلع معاكي طرية وطعمها في منتهى الجمال. تعالوا ندخل على الوصفة ونشوف هنعملها مع بعض ازاي. معايا كيلو من الدقيق، حطيت عليه معلقة، نص معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار لبن بودرة، معلقة ونص كبيرة خميرة فورية. قلبتهم كده مع بعض، ولو متوفر عندك زعتر تقدري اللي انت تحطي زعتر في العجينة، هيديها طعم حلو جدا. بس هو كان خلص من عندي وعندي شوية صغيرين، فانا هحطهم في الصلصة. تمام. بعد كده حطيت عليهم نص كوباية من الزيت، وهحط كمان معلقتين كبار من الزبادي او كوباية زبادي. الزبادي ده كنت عاملاه معاكم قبل كده، تحفة بجد. هنزل كل الكمية. هي دي المكونات بتاعتنا، كل حاجة متوفرة عندنا في البيت. هبدأ بقى اللي انا اقلبهم مع بعض، وهستغنى عن المعلقة، وهنبدأ نلم العجينة بتاعتنا بمية. هبدأ احط شوية بشوية لحد العجينة بتاعتي ما تتلم معايا. العجينة بتاعتنا عجينة طرية. لما تبقى العجينة طرية معاكي هتطلع معاكي ناجحة. انما لو خلتيها عجينة يابسة، يعني ممكن ما تبقاش ناجحة قوي. تمام. فكل ما تبقى العجينة معاكي طرية هتبقى احسن، وهتطلع معاكي طرية في الاخر وكويسة. فضلت بقى اعجن فيها كده حوالي 7 دقايق، لحد العجينة بتاعتي ما اتلمت وبقت معايا ملمسها ناعم بالشكل ده. خلاص انا كده خلصت عجن. تمام كده. هبدأ اللي انا امسح ايدي مسحة بسيطة كده من الزيت، وهبدأ اللي انا ادهن العجينة بتاعتي كده، علشان لما تخمر ما تلزقش في حاجة لانها عجينة طرية. تمام. يلا بينا على ما العجينة بتاعتنا ما تخمر نجهز الحاجة اللي احنا هنعملها. اول حاجة هنعملها هي صلصة البيتزا. هتعملي صلصة البيتزا في البيت هتوفر عليكي كتير جدا عن ما تجيبي كاتشب من بره والحاجات دي. تمام. حطيت كده زيت في الحلة، بعد ما سخنت نزلت عليها ببصلتين او بصلاية كبيرة متقطعة جوانح بالشكل ده. لو انتي ما بتحبيش البصل في البيتزا تقدري تستغني عن الخطوة دي، بس انا بحب اللي انا ادي تشويحة كده للبصل علشان يبقى مستوي معايا وما يضايقش حد وما يبانش قوي. تمام. بعد ما خد لون بسيط خالص كده ودبل معايا، نزلت عليه بعصير الطماطم، وبدأت اللي انا احط عليه ملح وفلفل اسود وشطة. الشطة دي اختياري طبعا. وحطيت معلقة من الزعتر. الزعتر بيدي للصلصة حلوة، طعم حلو جدا. يعني الزعتر لما تحطيه في العجينة وفي صلصة البيتزا بيديها طعم حلو قوي. قلبتهم بقى مع بعض، وهسيبهم بقى كده لحد ايه ما يتسبكوا. وكنت هحط توم مفروم مع البصل في الاول ونسيت فحطيته ني بالطريقة دي، مفيش مشكلة. هنسيب بقى الصلصة تعيش حياتها، وتعالوا نعمل مع بعض العصاج. جبت طاسة وبدأت اللي انا احط فيها المادة الدهنية، وبعد ما سخنت نزلت عليها ببصلاية متقطعة حتت صغيرة بالشكل ده. هحط عليها رشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود علشان يساعدوا ان البصلة بتاعتي تدبل على طول، وكمان بتدي نفس حلو قوي مع تشويحة البصل. هسيبها بقى لحد ما تدبل معايا بالشكل ده. بعد كده هبدأ اللي انا انزل عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة. طبعا دي الحشوة بتاعتنا، هنحشي بلحمة مفرومة. تقدري اللي انتي تعملي الحشوة اللي انتي عايزاها. تمام. بدأت اللي انا افرد اللحمة في الطاسة بالشكل ده، وهسيبها لحد ما تغير لونها. وبعد ما تغير لونها هبدأ اللي انا اقلبها لحد كده. مفيش اسهل من كده. هنمشي خطوة خطوة وان شاء الله البيتزا هتطلع معاكي ناجحة جدا. زي ما انتوا شايفين كده فضلت اقلب فيها، وهسيبها بقى لحد ما تتشرب المية بتاعتها خالص. تعالوا نحط التوابل عليها. حطيت فلفل اسود، وهحط 7 بهارات، وهحط رشة من القرفة. وطبعا الملح هتظبطيه، خدي بالك علشان طبعا الصلصة بيبقى فيها ملح وكده، وهنحط حاجات فما تكتريش الملح قوي. تمام. بعد كده هقلبهم مع بعض وشموا بقى الروايح الجميلة. وهسيب بقى اللحمة لحد ما
تخلص خالص، والصلصة هي زي ما انتوا شايفين شغال عليها. عايزة حاجة بسيطة، وبعد كده هنطفي عليها، هسيبها لحد ما تتسبك خالص. في الوقت ده كانت العجينة بتاعتي خمرت. تمام، هنبدأ بقى نشتغل فيها ونجهزها. هبدأ بقى ألمها كده، هلم كله. هبدأ بقى اللي انا اقسمها على 4. الكيلو بقسمه على 4، يعني النص كيلو لو انت عايزة تعملي نص كيلو بس هيعملك 2 بيتزا حلوين جدا، مقاسهم حلو. فاحنا هنعمل الكيلو بتاعنا على 4. وحاولي اللي انت تخلي مقاس كل كورة قد التانية، يبقى كلهم مقاس واحد. لو مش هتقدري اللي انت تعمليهم بالنظر كده مقاس واحد، ممكن بالميزان لو عندك ميزان وتظبطيهم. تمام، هغطيتهم بقى بكيس بلاستيك كده واسيبهم ربع لا 10 دقايق كفايه، مش ربع ساعه ولا حاجه، 10 دقايق يرتاحوا علشان يتفردوا معايا على طول. بعد كده جبت الصينيه اللي انا هشتغل فيها، وهبدا اللي انا ادهنها بالزيت بالشكل ده. ممكن في ناس بيفردوها على دقيق. تمام، انا هفردها في الصينيه على طول اللي انا هسوي فيها. ممكن اللي انت تفرديها بره الصينيه وبعد كده تحطيها في الصينيه، مفيش مشكله، بس انا هفردها في الصينيه على طول عشان ارتاحت معانا، بتتفرد معاكي بكل سهوله. تمام، هتبداي بقى اللي انت تفردي كده من جوه على بره، هتبططي كده من جوه وانت خارجه على بره. وهنبدا اسيبها بقى ترتاح كمان شويه علشان تتفرد معايا بقيتها اكتر. هجهز الصينيه التانية، انا هعمل معاكم 2 وهكمل انا الباقي. تمام، هجيب بقى التانية وهبدأ برضو اللي انا افردها بالشكل ده. الفترة اللي انا هعمل فيها ديت التانية هتكون ارتاحت كمان، فهتتفرد معايا اكتر بكل سهولة بعد كده. تمام كده، شايفين بقى اتفردت معايا اهيت. هفرد بقى فيها لحد ما تملى الصينية معايا. مش هتاخد وقت معاكي وهتتعامل بكل سهولة، وزي ما قلنا في اول الفيديو موفرة جدا. هفرد بقى التانية كملها هي كمان. انا شغالة في الاتنين مع بعض، بفرد هنا وبفرد هنا. بعد ما اتفردوا معايا وخلصت، بدأت اللي انا اجيب الشوكة وبدأت اللي انا اخرمها كده علشان ما يقبش معانا ويبقى زي العيش. تمام، هعمل برضو التانية بنفس الطريقة. اللي هعمله في الصينية دي هعمله في الصينية التانية. تمام، بعد كده بقى هنجيب الصلصة اللي احنا عملناها مع بعض. بعد ما بردت، اهم حاجة لازم تسيبيها تبرد. ما ينفعش اللي انت تحط الصلصة وهي سخنة على العجينة، لان لو هي حطيتيها وهي سخنة هتسويلك العجينة وهي لسه نية. فلازم تسيبي الصلصة تبرد. هتحطي بقى الصلصة وتفرديها كويس على العجينة، وبعدي عن الحروف زي ما انتوا شايفين كده علشان دي تبينلك لما البيتزا بتاعتك تستوي وتاخد لون، تعرفي اللي انت تشوفيها كويس. بعد كده جبت جبنة موتزاريلا وحطيت شوية كده على الصلصة قبل اي حشوة. دي هتمسك لي الحشوة وكمان بتدي طعم حلو. بعد ما حطيت الجبنة هبدأ اللي انا احط اللحمة المفرومة. تقدري اللي انت تحشي البيتزا باي حشوة انت حباها، مش شرط لحمة مفرومة. ممكن تحشيها بفراخ، ممكن تحشيها بتونة، ممكن تحشيها ببسطرمة، ممكن تحشيها بجبن، بس فالمتوفر عندك واللي انت حباه احشي بيه. بعد كده جبت شرايح فلفل رومي وشطة حامية، وبدأت اللي انا اوزعها برضو كده. لو عايزة تحطي فلفل الوان او متوفر عندك وعايزة تحطي، حطي برضو بيبقى جميل جدا. بعد ما وزعت الفلفل، جبت زيتون مخلي وهبدأ برضو اللي انا احطه كده واوزعه. وطبعا بتحطي الكميات اللي انت عايزاها وحباها. عايزة تزودي الكمية اكتر من كده في الحشوة زودي، عايزة تقللي زودي، عايزة تستغني عن اي حاجة من اللي احنا بنحطها استغني عنها. تمام، ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ تحفة فنية. عملت الاتنين اهوت زي بعض. اللي بعمله هنا بعمله في التانية. تمام، بعد كده هبدأ اللي انا ادخلها الفرن. تمام، وبعد ما تاخد ما كانتش لسه خدت لون،
بس قعدت ربع ساعة في الفرن. بعد الربع ساعة طلعتها وحطيت عليها الجبنة الموتزاريلا، ما حطيتهاش في الاول علشان ما تنشفش مني، حطيتها تحت على الصاجة من تحت. وبعد ربع ساعة خدتها وحطيت عليها الجبنة ودخلتها بقى عشان تاخد لون من فوق ومن تحت كده، وشغلت لها الشواية على الهادي على ما تاخد اللون من تحت برضو. بعد كده طلعتها زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله تحفة بجد. الجبنة بقى خدت لون حلو، والوش بتاعها والعجينة بتاعتنا خدت لون من تحت ومن فوق واستوت حلو جدا ما شاء الله. انا طلعت الاتنين دول حطيتهم مع بعض، طلعتهم وبعد كده كملت الاتنين التانيين. عايزة اقول لكم ان هي طرية جدا تحت ايدي. شايفين بقى الجمال؟ الله، بجد ريحتها تحفة. وشايفين اللون من تحت، لونها حلو قوي، واخدة لون من فوق ومن تحت في منتهى الجمال، والريحة طالعة يا وعدي عليها. تعالوا بقى نقطع بقية البيتزا كده. يعني الكيلو عملنا منه 4 بيتزات ما شاء الله. عايزاكم تجربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا. شايفين بقى الجمال؟ والارتفاع بتاعها ما شاء الله حلو جدا، واحلى حاجة كمان اللي هي طرية جدا، والحشوة ما شاء الله ملياها وحلوة، يعني مش قليلة ولا حاجة. وانتي لو انتي حابة تقللي عن كده او تزودي في الحشوة براحتك خالص. ايه رأيكم بقى؟ دي الصينية التانية اهيت، والاتنين التانيين في الفرن مع نفسهم بقى انا هبقى اطلعهم. ايه رأيكم؟ احلى بيتزا هتعمليها في البيت بكل سهولة، هتطلع معاكي ناجحة وطرية وطعم كمان وريحة، واحلى من بره بكتير. كفاية اللي انتي عاملاها في البيت. يا رب الوصفة تكون عجبتكم وتكون سهلة وبسيطة، واشوفكم على خير. وده كان فطارنا النهاردة. سلام.